يا اخوان، في هذا الفيديو ان شاء الله راح اخبركم عن اسرار الصحراء في الوطن العربي واكتشافات علمية. وانا اول من اكتشفت هذا الشيء من خلال رحلاتي ومغامراتي في الصحراء، وجدت ان حركة الرياح في الصحراء تتجه كلها بالشمال. ولاحظت الكثبان الرملية، رمال بدية في صلالة صوب الوسطى، كلها تتجه باتجاه الشمال. ولما تهب رياح وعواصف في الصحراء تكون باتجاه الشمال. ولاحظت أن توجد رمال عند كل شجرة مسوي كثبان رملية متجهة باتجاه الشمال، وعندما أمسك رمال وأخذها وأرميها تتجه كلها باتجاه الشمال. فالتفسير العلمي لهذا يا أخواني، الحين سوف أخبركم بالتفسير العلمي لهذا. التفسير العلمي لهذا يا أخواني أن بسبب المجال المغناطيسي على سطح الكرة الأرضية المتجه باتجاه الشمال، يحصل هناك نشاط. يعني شوف متى تحصل هذه الرياح، تحصل في الأجواء الساخنة. شوف متى تحصل لها وقت تحصل فيه، تحصل مثلا متى في الحرارة، لما بعد الظهر كذا يبدأ يكون هناك اختلاف ما بين درجات الحرارة في الغلاف الجوي وعلى سطح الأرض. يبدأ هناك يعني هذه الذرات عندما يتغير الجو البارد ينزل من الغلاف الجوي يبدأ يلامس سطح الكرة الأرضية، تتأثر ذرات هذه الهواء وتتحرك باتجاه المجال المغناطيسي باتجاه الشمال، مثل البوصلة. شايفين البوصلة لما تحطها في أي مكان على الكرة الأرضية تتجه باتجاه الشمال، فهذه كذلك. هذه الذرات تتحرك باتجاه الشمال وينتج عنها رياح، وهذه الرياح تسحب معها تلك ذرات الرمال وتتشكل منها كثبان رملية. والحين شوفوا اجعلكم ترون بعض المقاطع والاكتشافات التي قمت بتصويرها بالسنة الماضية تقريبا، قبل سنة ونص، في الصحراء، واستفيدوا. هذا هو التفسير العلمي. تحصل متى في الحرارة وتتجه باتجاه الشمال، وهاي ما تحصل في البرد. في البرد لما تروح رحلات في البرد في الصحراء ما يحصل هذا الشيء، ما تكون هناك رياح وما تكون هناك عواصف رملية في البرد. لكن في الصيف ومتى تحصل؟ من بعد العصر، لما يكون حرارة الجو حار وخاصة بالليل أو شيء كذا، يكون اختلافات ما بين درجات الحرارة، يبدأ يحصل هذا الشيء. أما إذا تكون يعني درجات الحرارة أما في الغلاف الجوي وسطح الأرض تكون كذا، في العادة أنه ما يكون في حركة رياح سطحية على الكرة الأرضية. واستفيدوا. الحين راح أترك لكم بعض المقاطع التي قمت بتصويرها بالصحراء، استفيدوا منها. شو هذه اللائحة وانت داخل دائرة مال الصحراء، وهذا وانا داخل بالليل كنت ادور لي على مكان ابات وخيم فيه. هذا اشكال الرمال وانت تطلع وترقى عليها وتطلع ما بين تلة وتلة بالليل. كنت ادور مكان حلو ابات اخيم فيه. ويا اخوان تشوفون مثل هذه الكتابات توقفوا عندها وقوموا بالقراءة، هذه فيها اكتشافات علمية، وتفكروا في هذا الكلام. وهذا بالليل وانا حط البوصلة وتشوف الاتجاهات اللي عشان توصلت لهذه الاكتشافات اللي خبرتكم عنها. وهذا ما لفت انتباهي بالأقمار الصناعية ورحت أزورها، هاي التشكلات. شوفوا يا أخواني، هذه السهوم لحركة المياه بالصحراء، مياه الأمطار. وهذه الخطوط يا أخواني هي باتجاه الشمال، بعضها طول هذه يعني مثل الوديان ما بين الرمال، طولها بعضها على 30 كيلو 20 كيلو، وتشوفوا لها خط مستقيم كلها باتجاه الشمال. وتوقفوا عند ما تشوفون كتابة، توقفوا وقوموا بالقراءة. في ملاحظات واكتشافات علمية أنا كتبت عنها. هاي صورة تشوفون، حاط صورة راني جايبينها هذا من حسابي على الانستغرام. توقفوا عند الصورة وقوموا بالقراءة. وهذا لما خيمت بالليل الصراحة كان الجو وايد حلو. هذا ما يصبح عليك الصبح وانت تطالع، يا سلام وش هدوء كان، هدوء بشكل ما تتصور. بالليل والصباح الجو هادي، ما في شيء تلوث سمعي ولا شيء ازعاج ولا شيء. شوفوا حالات الجو. هاي شروق الشمس في الصحراء. اخواني في الصحراء لازم تعرف انت في اي اتجاه جالس تمشي، وتحفظ اتجاهاتك اللي تمشي بها. الحين انا مثلا جالس امشي باتجاه الشمال، رجعت
وشوفوا كيف اعرف الاتجاهات، اعرفها مثلا بالشمس. يعني الشمس هيش خلاص الحين معروف هني شرق، الحين صباح، وانا جالس امشي باتجاه ايش؟ باتجاه الشمال. وايضا عشان مثلا انت داخل السياره وما تقدر تشوف الشمس، فتشوف الى ايش؟ تشوف الى الظل. اذا الظل كذا فمعناته غرب، ومعناته ان انت اتجاهك سيدي جالس تمشي باتجاه الشمال. انا اول طبعا كنت جالس امشط المنطقه، امشي باتجاه الجنوب. وهذا الفيديو على قناتي في اليوتيوب، طريقة الاهتداء في ظلمات البر والبحر في الصحراء. وهذا شكل القيادة وانت تطلع وتتمشي في رمال الصحراء، ما بين تل وتل، ما بين عرقوب وعرقوب. شوفوا جمال الصحراء ومتعة الصراحة، متعة جدا لما تسوق. وهذه تشوفوا لما تمشي عليها اللي صورتها لكم سابقا. وهذه الشكل بعض الأماكن في أعماق الصحراء. صراحة متعة لا توصف القيادة بالصحراء. يا سلام والله متعة جدا، متعة القيادة بالصحراء. وتشوفوا مثل هذه الأشياء توقفوا معها، أنا كاتب فيها ملاحظات علمية. هذا لما صور يعني كذا مجمع وكاتب عليها بعض الملاحظات. انتوا أي صورة تمر عليكم وقفوا الشاشة وقوموا بالقراءة، فيها تفسير علمي وفيها بعض الشرح. مثل الصورة وقفوا وقوموا بالقراءة عشان تستفيدون وتفهمون يعني اللي أنا فهمته واكتشفته وتعرفت عليه واطلعت عليه. هاي توجد هناك يعني بعض المنتجعات السفراء، مثل هذا مخيم المهاتي اللي وجهة سياحية للبقاء في الجزيرة في الصحراء الوطنية الغربية. هذه من المخيمات والمنتجعات في الدنيا. وش الجو كنا في الساعة الماضية تجربة حلوة. فشيء يطلبون هاي وانا اقيس الارتفاعات بالصحراء، فاغلب الاماكن لقيتها في مناطق منخفضة قريبة جدا من سطح البحر. وهذا وانا امسك الرمال وارميها تروح كلها باتجاه الشمال. هذا لما توصلت الى احد الاكتشافات التي شد انتباهي. ولما ارمي شيء كله يروح وين؟ باتجاه الشمال. اشيل الرمل ويسقط، الرمل ثقيل ترى ما خفيف، ويروح وين؟ كله باتجاه الشمال. والرمل هو كله لو هذا البوصلة مخلينها اصفار باتجاه الشمال. تشوفوا الخط وين رايح؟ رايح وين؟ باتجاه الشمال. وهذه الخطوط تشوفونها كلها، هذه الخطوط في الاشجار وين رايحة؟ كلها متجهة باتجاه الشمال. تشوفوا مثل ما خبرتكم هناك يعني في الرمال الشرقية، الرمال الخطوط يعني اللي بتمتد يعني من العشرات الكيلومترات وبعضها قريب 100 كيلو، كلها باتجاه الشمال. فهذه الخطوط تشوفون هذه المسارات كلها تروح باتجاه الشمال. مثل ما تشوفون يا اخوان الارتفاع هنا 50 متر عن سطح البحر. هذا هو المكان، هو بداية يعني الجزء الجنوبي من الرمال الشرقية. فقلت لكم كل ما تتجهون باتجاه الجنوب راح تكون لمناطق منخفضة، مثل ما شفتم هنا الارتفاع 50 متر عن سطح البحر. وهذه هي الكثبان الرملية تتجه باتجاه الشمال إلى المناطق المرتفعة حيث رمال بدية وجعلان وحسن وبقية الأماكن من رمال الشرقية. عندما تكون الشمس في كبد السماء تشوفون ما تعرف اتجاهك. الحين تشوفون هنا سيح، هنا شارع، هنا موجود في شارع، هنا كله سيح ماشية معالم واضحة مثل ما تشوفون. فأنا مثلا أبي اتجاه الغرب، كيف أعرف اتجاه الغرب؟ مثل ما خبرتكم في الفيديو السابق، تشوفون هذه انظر على الأعشاب، تشوفون انظر إلى الخطوط مثل ما تلاحظون الخط وين. مثلا اذا ما معي بوصله، مثل اول شفتكم في البوصله تشوفون الخط وين رايح؟ كلها رايحه وين؟ باتجاه واحد. هذا يدل على ايش؟
على حركة الرياح وزحف الرمال باتجاه ايش؟ بالشمال. فيعني انا مثلا اذا ابي الغرب فبالفعل ان اتجاهي راح يكون باتجاه الغرب، راح يكون صحيح. من خلال ايش؟ من خلال معرفة حركة الرياح باتجاه الشمال ومن اثر الرمال. فعشان كذا لما تفتر يمين ويسار شرق وغرب فتبغى تعرف الوجهه اللي انت واجهنا، فتشوف ايش؟ الى الاعشاب. فاذا انت مثلا تبي غرب تشوف الاعشاب باتجاه الشمال، فانت راح يكون باتجاهك باتجاه الغرب، يعني اتجاهك انت الحين راح يكون كذا صحيح. اخوان انا دائما اخبركم واقول لكم ان الصحراء توجد فيها مياه جوفيه ومخزون كبير من المياه الجوفيه. تشوفون هذا هنا بير مسكر مغلق، هنا ماطور، هنا تقريبا اكثر من 50 بير. تشوفون هنا اكثر من 50 بير، هذا كلها ابار نفس هذه البير مسكر. فكل واحد يجي يعبي من هنا ماي والعزبته والحلاله. تشوفون هذه كلها ابار، هذه منطقه منخفضه قريبه من سطح البحر. وهذا الحين على لما تشوفون جاي يعبي ماي، وهذيك سياره ورا ايضا جايه بتعبي ماي. العمق كم؟ 17، يعني منطقه منخفضه. وهذا هنا هو بير واحد تقريبا العمق اقل من 3 امتار. ولهذا السبب هذه هي الآبار اللي صورتها لكم، أكبر تجمع للآبار. يعني هنا يدل على أن هنا ماء جاري. وطبعا هذا الوادي هو مجرى وادي عندام، أحد أكبر الأودية يعني في سلطنة عمان، يمتد يعني لمئات الكيلومترات. وهذا هنا ماء جاري. تعرفون أنا وين؟ شوفوا والله العظيم بتسبح. شوفوا أنا هنا